هذا الحادثة وقعت في البرازيل. شوف معايا نيمار، نكبر لكم الشاشة. نيمار بالورقة المكتوبة بالقلم يقول له شوف نشرح لكم ما الذي حدث. شوف نيمار كيف كان يتصرف مع الحكم. يقول له مرأي الورقة، ورا له الورقة. هذا الحكم الرابع يتكلم عن الحكم الرابع، يتهم الحكم الرابع بأنه تسبب في إخراج نيمار. دروك شوف المدرب طلب نيمار كان يعالج من طرف طاقم طبي تاع فريق سانتوس. المدرب الخاص بنادي سانتوس طلب تغيير، ولكن ما طلبش انه يغير نيمار، طلب انه يغير لاعب اخر. نيمار قال له وراه الورقه اللي كتبت فيها، المدرب اعطى له الورقه اللي كتب فيها، والحكم الرابع غلط اخطا. وهنا نيمار يقول له علاش خرجتني، علاش دخلت واحد في بلاصتي. هنا الحكم الرابع يعتقد بانه نيمار هو اللي يخرج بديل، يعني ما فكرش وما قراش الورقه. اعتقد شوف انا نيمار بالورقه امام الكاميرا والحكم الرابع اخطا هنا. شوف نيمار يقول لهم يعني اخرجني بالخطا، يعني انا مانيش باغي نخرج. وعلى فكره نيمار حاليا راهو مسكين يحاول جاهدا لكي يكون في الفريق البرازيلي في لعب كأس العالم، من اجل كأس العالم راه يحاول جاهدا. الصراحه انا نشوف بلي مسكين من ناحيه الخبره، من ناحيه الامكانيات اللي تطور فيها مؤخرا، راح نشوفوا صراحه يستحق انه يرجع للمنتخب البرازيلي. على فكره احنا خلينا نقولوا شمال افريقيا كاع نعرفوا المنتخب البرازيلي، المغاربه يعرفوا البرازيل، الجزائريين يعرفوا البرازيل، التوانسه يعرفوا البرازيل، نحبوا كلنا البرازيل، نحبوها كرويا صراحه. نيمار يقول له انت ماشي راجل، انت ما فيكش شوفات ديال الرجال، انت ما كاينش انسان ماشي راجل كيما انت. حتى اصحاب نيمار قاعدين يدافعوا عليه. سبحان الله العظيم. قال له ماشي انا اللي نتبدل، صاحبي. هذه الحادثة يعني شوف نيمار بالورقة احدث ضجة في البرازيل يوم امس. يعني هل الحكم تعمد القيام بهذا، وهل هناك يعني من يكره نيمار في البرازيل عمدا، ام انه الحكم اخطأ؟ وهذا خطأ ممكن يوقع، لانك انا لما تكون حكم رابع يجيك الفريق تاع اللاعب اللي راهو مصاب يعالج خارج الملعب، يقولوا لك كاين تغيير، انت تعتقد بأنه التغيير هو اللاعب اللي راهو واقع، ولكن الحقيقة ليس اللاعب اللي راهو واقع. الناس اللي تقول نيمار ما عندوش مستوى المنتخب البرازيلي الى اخره، نيمار مازال عنده مستوى الصراحه. نيمار في لقطه ولا لقطتين يقدر يدير لك فارق كبير جدا، وعنده خبره. نقدروا نقولوا باللي لو كان يبقى في المستوى هذا اللي راهو فيه، يقدر يعاود يرجع حتى لاوروبا صراحه، برغم انه تقدم في السن. خلينا نقولوا كاس العالم راهي قريبه وما بقى لهاش يعني ايام فقط وتبدا كاس العالم. يعني مازال نيمار يامل، لأنك هناك دائما احتمالية أن المدرب يتصل بلاعب آخر بسبب مثلا إصابة أحد اللاعبين أو شيء من الأشياء. نيمار شوف في فترة من فترات المستوى تاعو نزل بشكل كبير جدا، وانشيلوتي قال لهم يعني نيمار لاعب أجابهم، يعني نيمار يعني لاعب إن شاء الله راه يخدم، راه يرجع، رانا نشوفه في مجهوداته، ممكن يرجع للمنتخب البرازيلي. شحال في عمره نيمار انتوا يا مشاهدين؟ كم في عمره؟ قولوا لي في التعليقات كم عمر نيمار، لأنه إذا كان عمره خلينا نقولوا حوالي 30 سنة ولا، يقدر نيمار يلعب مع المنتخب البرازيلي كأس عالم أخرى إضافية. هذه يقدر بعد 4 سنوات يقدم يعني 4 مواسم جميلة إذا ما اعتزلش. على فكرة يا مشاهدين لا أعتقد بأنه سيعتزل، لأنه صراحة يحب كرة القدم ويحب الأموال أيضا. شوف هذه أعزائي المشاهدين لقطات حديثة مع الفريق اللي يلعب فيه. اليوم نيمار في عمره 34 سنة. هل تعتقدون بأنه على سن 38 سنة بإمكانه أن يلعب كأس عالم أخرى؟ صعبة الصراحة، صعبة ولكن ليست مستحيلة، لأنه شفنا كرة القدم كل الأشكال والأنواع تاع اللاعبين في مباريات كأس العالم. تذكروا حارس المكسيكي أوتشوا؟ لا أعرف إذا كان يعني مازال يلعب أم لا. أوتشوا أعتقد بأنه راح يكون حاضر مع المنتخب البرازيلي، المنتخب المكسيكي. حارس يعني يظهر دائما في كأس العالم، في عمره اليوم 40 سنة يا زي مشاهدين. أوتشوا هل سيلعب مع المنتخب المكسيكي؟ أوتشوا في سن 40 سنة راح يلعب كأس العالم سنة 2026 مع المنتخب المكسيكي.
تخيل معايا، شوف نيمار، شوف الصراحة باش ما نبقاوش لاهين معه. شو نيمار اوكي. لما كان نيمار في البارسا وكان في البي اس جي صراحة كان في قوة كبيرة، كان عنده إمكانيات كبيرة. راح للسعودية، صراحة السعودية كانت بمثابة استثمار كبير، حقق فيها أموال كثيرة، ثم من السعودية رجع إلى البرازيل. نيمار لما تشوفه يلعب تخليك تشعر كأنه كرة القدم سهلة، ولكن ليست سهلة. هو عنده موهبة، عنده نظرة من اللي كان صغير صراحة. اليوم في عمره 34 سنة. سبحان الله، الدنيا هذه بدينا مع نيمار كان صغير في سانتوس، وكان يقوم بحركات يعني مجموعة من الأمور اللي ما تشوفهاش في كرة القدم اللي اعتدنا عليها نشوفوها في أوروبا ولا في إفريقيا. نيمار كان يقوم بكرة قدم جميلة، يصنع كرة قدم جميلة. لما جاء إلى البارسا كان يعاني من نقص في الوزن. البارسا قامت بصقل هذا المشكل وقامت بتأطير هذا الموهبة، وصل إلى مستويات كبيرة وحقق ألقاب. صراحة نيمار خلينا نقوله، هل هو توديع أم هي عودة البطل؟ لأنه برغم أنه 34 سنة في سنه، ولكن مازال يبان صغير، مازال بإمكانه أنه يزيد يقدم. صراحة الخدمة أعزائي المشاهدين، الخدمة، الإنسان اللي يكون خادم في صغره ويزيد يخدم، يعني يبقى يخدم ويتدرب، وخاصة يحاول يتجنب الإصابات ويتعافى بسرعة من الإصابات، راح بإمكانه أنه يصل إلى أبعد مستوى ممكن. الإنسان الرياضي، لأنه الإصابات هي اللي ممكن تحطم اللاعب. لما يكون لاعب مصاب وما يكونش إنسان رياضي يصعب عليه العودة والشفاء من الإصابة. أما لما يكون لاعب يعني عنده إصابات كثيرة وما يبراش بسرعة، فهنا تتساءل وتقول يعني التكوين تاعه كيف كان، وكيف يعني قام بالتدريب، وهل هو رياضي، وهل ينام بشكل جيد، وهل يأكل بشكل جيد، هل يشرب بشكل جيد. يعني هذه كلها أسئلة تسألها لما يكون لاعب يصاب بكثرة. برافو نيمار، والله لاعب صراحة. أنا صراحة نشوف باللي عنده مكانة في المنتخب البرازيلي. تقدر تقول لي هذه العاطفة تاعك، أنا نقول لك لا مازال لاعب. نيمار عنده خبرة، عنصر خبرة يا سيدي. ما تلعبوش لاعب أساسي، لاعبه لاعب احتياطي، ولكن لاعب عنده خبرة ومتأكد بأنه يخلي لمسته في المونديال الكبير هذا. كتبوا لي توقعاتكم أعزائي المشاهدين لكأس العالم. أنا نقول لكم بأني أتوقع المنتخب البرتغالي هو اللي راح يتوج بكأس العالم هذا السنة إن شاء الله. لماذا؟ بعد كأس العالم راح نقول لكم لماذا. بعد كأس العالم راح نقول لكم لماذا إن شاء الله. راح تقولوا لي يا لا هذه ما كاش منها وأنت ماكش تتكلم بطريقة رياضية. بعد كأس العالم لما المنتخب البرتغالي يفوز بكأس العالم ويرفدها كريستيانو رونالدو، راح تشوفوا يعني الكلام اللي راني نقوله لكم تقولوا سبحان الله كان عنده الحق. شوف نيمار، شوف. والدوري البرازيلي ليس بدوري ضعيفة على فكرة. الناس اللي بتستهزأ بالدوري البرازيلي، البرازيل فيها رياضة، فيها كرة قدم يعني تنفسوها الصراحة. لاعبين في المستوى، إمكانيات، تشوف القوة، السرعة، الأداء. البرازيل يعني بطولة محترمة جدا صراحة. شوف فنان، والله فنان. اوكي، لا ضربة جزاء نوقفوا الفيديو. شوف من الزاوية هذه نيمار، برافو نيمار. انتم في التعليقات قولوا لي وش رايكم، هل يستحق مكانه في المونديال ام لا؟ المونديال مليح، تشوف فيه ميسي، تشوف فيه رونالدو، تشوف فيه نيمار، وزيد تشوف فيه رياض محرز. على كل حال نتمنوا الخير ان شاء الله، وقولوا لي وش رايكم بخصوص نيمار وبخصوص اللقطه تاع يوم امس. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم اعزائي المشاهدين.